بسم الله الرحمن الرحيم. تعالوا مع بعض ناخد المنهج الجديد التقييمات، إن شاء الله ما بيخرجش عنها أي امتحان. قال لي 4x بتساوي 3y. طب يا حبيبي ايه الموجود عندي أو عايز ايه؟ قال لي اوجد قيمة x على y. هنحط x على y وهنعمل يساوي شرطة كسر. المفروض ان الأربعة هتبقى تحت عشان اضرب 4 في x يديني 4x، وهضرب التلاتة في الواي يديني 3y، ودي النسبة بتاعتك. تمام يا ميس؟ تمام يا ميس، سهلة مفيهاش حاجة. 3/5 تكافئ النسبة 9/x. هو عايز الإكس بتاعته. أنا أقول لك هنجيبها بطريقتين، والطريقة اللي هقول عليها هي السهلة والتانية هنشوف مع بعض. عندي 3 بقت 9، ضربت في كام يا حبيبي؟ ضربت في 3، يبقى 3/5 بكام يا جميل؟ 15. شوف الطريقة التانية. حضرتك هتحط لي 3 على 5 بتساوي 9 على الإكس. أو بعدين يا مس مفيش حاجة يا حبيبي، أنت عايز مين؟ عايز الإكس، يبقى الإكس بتساوي اللي مع الإكس ينزل تحت، اللي مع المجهول ينزل تحت، يعني التلاتة اللي مع الإكس تنزل تحت. اضرب 5 في 4 بكام يا جميل؟ ب45. جميل يا ميس، يعني 45 على 3 يديك كام يا حبيب ماما؟ 15. نركز تاني. قال لي إذا كانت الكميات 10 15 الإيه والتلاتة، إذا عندنا إيه؟ عندنا إيه؟ يلا نقول مع بعض أول على تاني وتالت على رابع. يعني إيه يا مس؟ يعني لما أجيب عندي الكميات المتناسبة خد أول حد على تاني حد والتالت على الرابع. فإحنا بنغنيها بنقول إيه؟ أول على تاني وتالت على الرابع. طب يعني إيه يا ميس برضو؟ بص يا جميل، أدي 10 على 15 عندي الايه على التلاتة. يا ميس، وبعدين ادي الايه هاخدها على جنب، الايه بتاعتي هاخدها على جنب بتساوي اللي مع الايه ينزل تحت، اللي مع المجهول ينزل تحت. طب 3 في 10 بكام يا جميل؟ ب30. طب وهي 30 على 15 بكام؟ ب2، يبقى الايه ب2. نركز تاني مفيش اي مشكلة. إذا كان 160 رغيف من الخبز تحتاج إلى 12 كيلو جرام من الدقيق. يا ميس اعدلي بس كده، حاضر. فكم عدد الأرغفة إذا كان لديك 9 كيلو جرام من الدقيق؟ فكر كده يلا قبل ما نقول الإجابة بتاعتنا. طب ماشي يا ميس، وبعدين؟ طيب احنا دلوقتي ركز كده في كلمتين احنا عايزين. هنقول مين لمين؟ هنقول رغيف، أيوة، إلى دقيق. ماشي يا ميس. الرغيف قال لي 160. طيب وكام كيلو عندي بيحتاج؟ قال لي 12. العدد اللي جاي تبع الأرغفة ولا تبع الدقيق؟ لا والله يا ميس هو تبع الدقيق. روح حطه حبيبي تحت الدقيق واديني رمز جميل زيك. ماشي يا ميس. ادي الاكس، واللي مع الاكس يتحط فين؟ تحت، يبقى اكس بتساوي العدد اللي هضربه في الاكس يا حبيبي اعمل شرطة كسر وحطه تحت. وايه تاني يا ميس؟ هضرب 9 في 160، ادي 9 في 160. يلا طلع لي ناتج يا جميل. حاضر يا ميس. على 3 فيها 3، وعلى 3 فيها 4، على 4 فيها 1، وعلى 4 فيها 4. يعني انت قصدك الاكس ب40 يا جميل. طيب يا ميس لو سمحتي ممكن استخدم الآلة؟ طبعا ممكن تستخدم آلتك عادي، مفيش اي مشكلة. اللي انت عايزه، عايز بعقلك اشتغل، عايز بالآلة كمان اشتغل. ماشي يا ميس، ماشي يا جميل. ايه تاني احنا ممكن نعمله؟ مفيش اي حاجة احنا ممكن نعملها، احنا ممكن نحل بس. طب يلا مع بعض نحل السؤال اللي جاي اللي هو رقم 5. ايوه يا ميس، طب ده نعمله ازاي؟ مفيش حاجة يا حبيبي عندك مستحيلة، احنا عايزين قيمة الاكس. هنضرب 6 في مين؟ في 12. يا ميس، واللي مع الاكس فين؟ ينزل تحت. في طريقتين هنحل بيها. هنضرب الاكس، ادي الاكس عندي زائد 1 بتساوي، ايوه اللي مع الاكس فين يا جميل؟ تحت. جميل. والستة في 12 بكام يا حبيبي؟ على 3 فيها 1، وعلى 3 فيها 2. يا مس، يعني اكس زائد 1
بتساوي 2 في 12 بكام يا جميل؟ ب24. يبقى الإكس بتاعتنا هنطرد الواحد بره بطريقة المعادلات اللي احنا خدناها. 24 ناقص 1 هيبقى الإكس واقفة عليك بكام يا جميل؟ 4 ناقص 1 3 والاتنين بتنزل. ده كده كان التدريب الأول أو التقييم الأسبوعي الأول. ركز يلا معايا، ناخد معانا التقييم الأسبوعي يلا يا ولاد ونشوف. ماشي، بيسألني بيقول لي هل الكميات 3/4 و6 أثمان متناسبة أم لأ، ونوضح إجابتنا. طب يلا نعمل طرفين في وسطين. حاضر يا ميس، يعني مين مع مين؟ 4 في إيه؟ آدي 4 في مين يا جميل؟ في 6 بتساوي، هات الوسطين بتوعك اللي هي 3 في كام؟ في 8. الله يا ميس، ده طلعت 24 هنا و24 هنا. يا حبيبي، يبقى هي مالها؟ متناسبة، طرفين في وسطين وطلع نفس الناتج بتاعها. طب يا ميس أنا عايزة أوجد أنت بتجيب ليه من آخر السؤال؟ لا، اقرأ السؤال الأول صح، بعد كده حل. إذا كان الواي على الإم بتساوي 5/10 على الإم، واي على 8 يا ميس لو سمحت اقرا كويس، بتساوي 5/10 على الإم. عايز واي في إم. طب ما أنت كده كده طبيعي زي ما ضربنا واي في إم هنضرب 5 في مين؟ في مين يا جميل؟ أيوة، 5/10 يا ميس لو سمحت. 8 في 5/10 يعني بتساوي كام؟ شوف انت بقى، 8 تنصاص بكام يا جميل؟ ب4. يبقى الواي في ام بتساوي عندك 4. نركز تاني، ركز تاني وتالت وعاشر. إذا كانت الكميات A 3 4 والدي، قال لي كميات متناسبة. ماشي، قال لي اوجد قيمة A في الدي. لا يا ميس، في 2 اهي. ما هو ده اللي أنا عايزاك وأنت بتقرأ في الامتحان تركز.